واش بصح هذا السيد كيكذب على المغاربه وما كانش عنده الرخصه باش يبني داك القصر، اولا الدوله هي اللي كتخربق وكتعطي الرخص وكتولي تجي تريب في الاخير؟ ديك الايام اللي فاتت كانت نايضه واحد البلباله على هذا القصر. هذا القصر كان تريب في بوسكوره اللي مستثمر مغربي كان بغى يديروا قصر الضيافه. القصه اسيدي انه كاينه قصه كبيره مورا هادشي. من بعد ما السلطات هدمات واحد القصر معروف عند السكان بالسميه ديال الكريمينال بوسكوره. هاد البنايه كانت طالعه بشكل فاخر وكبيره بزاف وباينه من الاول انها ماشي مجرد فيلا عاديه، ولكن مشروع سياحي اللي كبير فيه فندق وقاعه الحفلات واستقبالات ديال الخيل الى اخره. مول القصر كيقول انه صرف عليه تقريبا 160 مليون ديال الدرهم، يعني 16 مليار سنتيم، وكان باغي يديروا مركب سياحي كامل. المشكل بدا من يبان ان القصر مبني فوق ارض فلاحيه، واللي القانون كيمنع فيها بناء مشاريع سياحيه كبيره بحال هذه. الترخيص اللي تعطى لهذا السيد في الاول كان على اساس فيلا صغيره ومرافق اللي قليله، ولكن مع الوقت المشروع توسع بزاف بلا ما يحترم التراخيص الاصليه اللي معطيه ليه، وكبروا بزاف وخالف حتى المعايير ديال البني. يعني المخالفه راه كاينه، واخدينو عندنا لوطوريزاسيون ديالنا، درنا كيلكو السلطات سحبات التراخيص ديالها وعطات الملشي مهله باش انه يقاد الوضعيه ديالو اولا يتكلف هو ويهدم من راسو، ولكن هو بقى مكمل حتى وصلوا معاه المرحله ديال الهدم الاجباري وجاو باش يهدموا ليه. وفي نفس الوقت ملشي كيقول باللي ما وصلوا حتى انذار ولا حتى شي مراسله من السلطات، وباللي هذا انتقام من بعض المسؤولين. المهم العمليه ديال الهدم ما جاش غير هكاك، باللي كان من وراها واحد التحقيقات اداريه والتوقيف بعض المسؤولين المحليين بحال الباشا ديال بوسكوره من طرف العامل ديال المنطقه اللي هو جلال بن نحيوح، حيت قال لك باللي كاين اختلالات في المراقبه واعطاء تراخيص اللي ماشي مطابقه للقانون. هنايا كيجيو جوج ديال الاحتمالات، اما ان الباشا كان متفق مع مول القصر وعطاه الرخصه النهار الاول ودازت التدويره بيناتهم، حيت ما كنظنش باللي مول القصر غتكون فيها الزعامه كامله وغادي ينوض ويبني قصر سياحي وهو عنده رخصه ديال الفيلا. والاحتمال الثاني هو انه بصح السيد خدا رخصه قانونيه ولكن من بعد سحبات منه المشاكل، ممكن تكون وقعت بينه وبين السلطه شي حاجه. داكشي علاش قرروا انه يهدموا ليه القصر، وانا كنشوف باللي غالبا الاحتمال الاول هو اللي كاين، حيت كاين اللي يسحاب له ان الدوله وقفات الباشا حيتاش هدم ليه البروجي، ولكن راه العكس كاين، وهما وقفوه حيتاش عطى الترخيص ديال البروجي بشكل غير قانوني. واصلا الداخليه راه دايره حمله مؤخرا باش ترجع الاراضي ديال الدوله وباش تحبس المشاكل اللي واقعين في بزاف ديال المناطق، وهذا الشيء اللي قالوا مازال ما شفنا والو. سيد العامل اللي كنتي كتشوفني حاول توقف هذه المهزله وخارجه على النطاق ديال القانون. غير باش نكونوا متفقين على واحد القضيه، شفت بزاف ديال الدراما في هذا الموضوع. السيد الله يعوضه وإلا كان مظلوم يبان الحق ديالو في المحكمه، حيتاش هادشي راه كيحتاج الوثائق واثباتات، ولكن راه بصح الجزء اللي تريب كان مخالف للمعايير تماما، بحال مثلا البنايه اللي كانت في مدينه سلا ديال الاسبوع اللي جاو في الاخر وريبوها. اصلا القصر الاخوان راه ما ريبوش كامل، حيت كاين اللي كيقول ضيعوا السيد في 16 مليار وهذيك الهضره زايده، لان القصر راب منه غير واحد الجزء اللي السلطه قالت باللي هو مخالف للمعايير ديال التعمير. راه غير واحد الجزء منه، اما الشيء الاخر راه باقي الواجهه ديالو باقي كل شيء. الحقيقه حتى لدابا مازال ما واضحاش مزيان ومؤكده، ولكن من جهه مول القصر كيقول باللي السلطات ما بلغاتوش بالمخالفه، والسلطات من جهتها كتقول باللي القصر ما محترمش المعايير القانونيه اللي عنده رخصه حصل عليها في 2021. دابا غنرجعوا للجانب القانوني، ولكن قبل بزاف، لان بحال هذه المعامله ديال السلطات مع المستثمرين كتفشل عدد كبير ديال الناس انه يعاودوا يحطوا فلوسهم في شي بروجي. انا كنتفق في هذه القضيه، وللاسف المغرب باقي ما فهمش بحال هذه الفلاشات اللي كيخليو الالاف ديال الشباب المغاربه انهم يرجعوا للور وما يثيقوش في الدوله وما يثيقوش انهم يغامروا بفلوسهم، حيتاش عارفين انه في اي لحظه يقدر يوقع لك شي مشكل مع السلطه. ولكن وسطروا لي مزيان على هاد ولكن ما خصناش نكونوا عاطفيين ثاني وعدميين. غادي نشرح لكم من الناحيه القانونيه وغادي تفهموا اكثر. فقانونيا البناء ديال القصر بوسكوره كيتعارض مباشره مع القانون ديال التعمير رقم 12/90 واللي كيوضح ان اي بناء كيف ما كان خارج الضوابط ديال التهيئه العمرانيه كيتعتبر بناء غير قانوني. الماده 40 من هذا القانون كتقول انه في حاله البناء فوق واحد الارض ما مخصصاش للبناء بحال الاراضي الفلاحيه مثلا، فالسلطه الاداريه عندها الحق انها تعطي واحد الامر بالايقاف او لا بالهدم، وزيد عليها القانون 66/12 اللي كيزيد من العقوبات على اي توسيع او لا تغيير في البني بلا ترخيص. الماده 65 كتزيد ان المسؤولين الاداريين اللي عطاو تراخيص متناقضه مع القانون كيكونوا معرضين لعقوبات اداريه وحتى المتابعات القضائيه، وهذا الشيء اللي كيفسروا علاش وقفوا مثلا الباشا ديال بوسكوره. فإلا غنكونوا دوله الحق والقانون راه الدوله طبقات القانون ديالها، والمسؤول اللي دار مخالفه وعطى الترخيص غير قانوني راه موقفوه، والا كانوا شي ملابسات ثانيه ولا شي تخربيقات ثانيه راه غيبانوا في المحاكمه. وهذا ما كان في هذا الفيديو، خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنساوش ديروا واحد ابوني للقناه وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وواحد لايك للفيديو وبارطاج. كان معكم سفيان البغدادي، السلام عليكم.